السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معانا كيلو دقيق، باكت خميرة، رشة ملح، 2 معلقة سكر، معلقة بودر صغيرة. دي رشة الملح. تمام. معاكي بقى 5 6 معالق لبن بودرة. خلي المعجنات حلوة قوي. مفيش لبن بودرة، ممكن تعجني بلبن، ممكن تعجني بلبن رايب، ممكن تعجني بزبادي، انت وراحتك. بيضة عليها رشة فلفل اسمر، عليها معلقة خل كبيرة. هنقلب كله مع بعضه كده. مية دافية. آه، العجن بالمية او بالدقيق او بالمادة السائلة حسب نوع الدقيق. جبت هنا خدت مني معلقتين، كوبايتين ونص مية. ممكن يوصل معاكي ل3 كوبايات ميه او 600 جرام ميه. انا وصلت معايا لكوبايتين ونص ميه دافيه. احلى حاجه في الصيف العجينه بتخمر بسرعه يا جماعه، والله يعني ما غابتش معايا بصراحه. هنقلب كده ونعجن بقى حلوة قوي قوي. يبقى كيلو دقيق، باكت خميرة، بيضة، عليها معلقة خل، عليها فلفل اسمر، رشة فلفل اسمر، لبن بودرة، نص معلقة بودر، معلقتين سكر، ونعجن نعجن حلو قوي كده. جبت مج صغير فيه زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة. مفيش زبدة ممكن زيت عادي. قلبت كده وعجنت، لميت العجينه واتعجنت حلوه قوي، خمرت معايا كده. احنا هنعمل مع بعض عيش الكايزر او عيش البرجر او عيش اللي هو بتاع ماكدونالدز بقى، زي ما تسميه. هو عيش كايزر، عيش برجر بقى، زي ما انتي تقولي عليه. هنقرص كده. انا وزنت كل تقريصه، احنا بنقوله مثلا بنقرص العجين كل تقريصه او كل كوره من 50 ل55 ل60 جرام، عشان يبقى كله قد بعضه. ممكن بقى يعني مع الحجم ده يخلي الحجم حلو قوي او الوزن بتاعها حلو قوي، مش تقيله او مكتومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلوه زيكم. هخلص كل كميه كده. هبدا بقى باول واحده انا عملتها. تمام. دي كميه حلوه اللي طلعت معايا. هبطط اخلي الوش اللي فوق تحت، يعني هي اللي كان فوق باصص لفوق خليته باصص لتحت. تمام. هبطط كده، وكل تبطيطه هدهنها زيت، يعني كل ما هبطط كده هدهن الوش دوت زيت. انا ما دهنتش الصواني اي حاجه، يعني ما دهناش الصواني اي حاجه خالص. هخلص كده وادهنها زيت. الوش دوت هدهنه زيت عشان هلزقهم في بعض فيبقوا مفرغين، كأنك قطعهم زي السكينه، زي الجاهز اللي احنا بنشتريه من بره من السوبر ماركت. بيبقى يعني في وش بعض كده كأنه لازق في بعض. هنشوفه هو بيتعمل ازاي بكل سهوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنخلص كل الكميه كده. كيلو دقيق يعني طلع لي كميه حلوه قوي. ولو حسبناها يعني اوفر كتير، يعني كيلو دقيق مع شويه الحاجات اللي احنا عملناها ما كلفتنيش 25 جنيه، 30 جنيه. هو بيتباع غالي جدا بره في السوبر ماركت. مش عارفه بكام بصراحه، يعني ب55 او ب60 يعني. الكام رغيف. هنبطط كده كل الكميه. انا مولعه الفرن على درجه حراره 200 عشان يخش على درجه حراره عاليه. ويكون الفرن سخن معايا، بس بريحه طبعا. عبال ما هخلص الكميه هتكون اول صينيه دي ارتفعت وارتاحت معايا. خلصت الكميه كده زي ما انتم شايفين الشكل كده، لازقهم في بعض. هيطلع مفرغ وحلو كانهم يعني زي الجهاز بالظبط. جبت هنا باكت نسكافيه اللي هو البلاك، دوبته في ميه دافيه، وحطيت هدهنه كده على الوش كده بفرشه بالراحه عشان ما ضيعش التخمير بتاعه. تمام. الجو كان حر وانا بسجل لكم برضو الجو كاتمه، مش عارفه ليه. اللهم اجرنا يا رب من عذاب النار والحر اللي احنا فيه دوت، ويلطف بينا. هنخلص كده. طبعا احنا بندهن، ممكن تدهني ميه عادي، ممكن تدهني لبن، ممكن تدهني صفار بيض، انت وراحتك. ممكن الزبده اللي احنا عجننا بيها تبدليها بزيت. ممكن تستغني عن صفار البيض، عن البيضه. ممكن تدهني صفار بيض. دخلنا الفرن وطلعنا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. حطوا بقى لايك وتفعلوا الجرس. بصوا كان تحفه وكان طري جدا وطعمه حلو قوي. نيجي بقى نعمل بقى ايه. طبعا عملنا العيش، لازم نعمل البرجر زي بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طعمه كان تحفه.
كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دهون. ديت كانت عندي برضو حته دهنه بشرتها كده وحطيتها عليها 2 باكت اللي هو خلطه البرجر من السوبر ماركت الجاهزه ديت، جبت 2 باكت، النص كيلو بياخد كيس واحد. برضو حطيت رشه بهارات 7 بهارات، معلقه دقيق كبيره، معلقه بودر، وقلب قلب قلب حلوه قوي. ما عندكيش خلطه البرجر ديت هتحطي بقى توم بودر، بصل بودر، 7 بهارات لحمه، ممكن بشره جوز الطيب، انتي وراحتك. بس ما تبشريش بصل، بشرتي بصل انت كده قلبتي البرجر لكفته. تمام. هنحط كده يعني بعد ما عجنتها حلو قوي ريحتها شويه في الفريزر، قطعت اكياس تلاجة نصين، جبت مكبس البرجر دوت، هو عندي موجود كنت جايباه بصراحه. مفيش، ممكن طبعا انتوا عارفين ينفع بالغطيان البلاستيك بتاعت البهارات يعني برطمانات البهارات. خلصت الكميه كلها كده، طلعت معايا كميه حلوه، طلعت 10 برجرات طلعوا من الكيلو اللحمه، ولا فول صويا بقى ولا الكلام ده خالص. ممكن بدل الدقيق معلقه دقيق، ممكن معلقه بقسماط حلو برضو. جبت هنا ولعت الطاسه، سخنتها حلوه قوي، ما بدهنهاش اي ماده دهنيه. هو البرجر فيه ماده دهنيه طبعا هتنزل اصلا، وبصفيها عشان ما كانيش بحمر، لا انا عايزه كانه مشوي من غير اي دهون. بحس ان هو ساب الطاسه كده، بقلبه ومع كل قلبه بحط رشه فلفل اسمر، يعني على الوش ده رشه فلفل اسمر، وارجع احط رشه فلفل اسمر. تمام، علشان بيديله تست حلوه قوي وطعم حلو قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بعد ما اخلص الكميه ديت انا بحط في صينيه هناك كده زي ما انتم شايفين، ومقطعه طماطم شرايح وبصل شرايح، هشوحهم مع البرجر كده بيدي طعم حلو قوي. هخلص كميه البرجر والبصل والكلام دوت. انا خلصت البرجر، يعني انا عملت ال10 وتعشينا بيهم يعني بألف هنا. بعمل بقى التيست الفحمايه ده، بيخلي البرجر طعمه حلو قوي. بولع فحمايه لحد ما تحمر كده، واحط عليها شويه زيت واغطيها لحد ما اخلص الحاجه، بتكون الدخنه بتاعه الفحمه خلته زي طعم المشوي جدا. اخلص البصل وبرش عليه برضو رشه ملح فلفل، يعني ملح بفلفل كده خفيفه. جبت هنا حته زبده، انا كنت عايزه يعني ايه ادي العيش ياخد طعم الزبده مع تشويحه البرجر في والبصل والكلام دوت، بس ما لحقتش، كانوا جاعوا بقى وعايزين ياكلوا، فعملت الرغيف دوت وقفلت على كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون فيديو سهل وخفيف عليكم. ما عملتش برضو اللي هو الصوص اللي هو بيقولوا يعني اللي هو اسمه بيج تيستي. طبعا ده بيحتاج خيار مخلل ومستردة وزيت زيتون والكلام دوت، بس انا استسهلت كاتشب على مايونيز وخلاص. ساعات الكاتشب والمايونيز بيتباع في كيس واحد في السوبر ماركت، اللي هو كاتشب على مايونيز، بس انا جبت الكيسين مع بعض وقلبتهم كده انا. وحمرنا بطاطس، طبعا برجر يعني بطاطس وحاجه ساقعه طبعا. ما لقيتش كابوتش ولا لقيت خس، انا قضيت بالموجود والمتاح، واللي قدرت اجيبه واللي ما قدرتش اجيبه عادي، ما وقفتش الدنيا على حاجه. احنا عايزين نتعشى برجر، يلا بينا، وجبنا اللحمه وعملنا العيش وكان تحفه. ويا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وخفيف عليكم. تنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. انا بحط بقى شرايح بصل، شرايح طماطم، في كان بيشيل الطماطم، كل واحد وذوقه في الاكل. تمام. لو لقيت كابوتشا كنت جبت، بس بصراحه ولا لقيت كابوتشا ولا لقيت اللي هو الخس الفلاحي بتاعنا، ما لقيتهوش خالص. شايفين طراوه العيش وسمك العيش مش تخين او خفيف. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو زيكم. غمس البطاطس بقى في المايونيز على الكاتشب كده، وكان تحفه بصراحه، وكان جوسي جدا. انا ما لحقتش اقطعه اوريكم قد ايه هو طري ومش ناشف، وكان مستوي من جوه.